3 حاجات المهم جدا ان احنا نبقى مركزين معاها في ايام الحر الشديده. احنا في زمن الاحتباس الحراري. ايوه لازم كلنا نراعي النقطة دي في حياتنا. أنا دايما في كل لايف بطلعه ببقى ماسكة معايا كوباية مية، بقول لهم أنا باخد رشفة بين وقت والتاني، فدايما خدوا رشفة ماء في اليوم، مش رشفة في اليوم، يعني أقصد إنكم تاخدوا رشفة المية دي على مدار اليوم، يعني مش لازم تبقوا تشربوا كميات مية، مع إن المفروض إن إحنا من 2 ل3 في اليوم نشربها. طيب تسألوني هنعمل ايه ونعملها ازاي والكلام ده للرجالة وللستات. اقول لكم اولا ان احنا نركز على ان احنا نشرب مية طول اليوم، سواء كنا في مكان مقفول او بره. طيب المية دي من 2 ل3، طب انا هعرف منين الكمية بتاعتي اللي انا خدتها؟ رايح فين؟ جبت مرهم التسلخات؟ انا دايما يبقى معاكم عبوة كده عارفين ان ده مقداركم من المية، ازاز، بلاستيك، في مكتبك، في مكتبك، في البيت، في اي مكان، لازم تبقى العبوه دي او المقدار ده مثلا لتر او لتر ونص موجود في ايدك. هو عارف ان ده بتاعك ولسه فاضل واحد كمان هتشربه، عشان ما نتوهش من نفسنا، وخاصه ان احنا بنهمل كتير، كلنا بنتشغل، وانا واحده من الناس بتشغل وبنسى احيانا اشرب ميه، او ببقى في الشارع مش عايزه الميه تبقى عامله لي مشكله فبشرب كميه قليله، وده خطر جدا لانه فعليا انا بعاني من مشكله مش لطيفه، يعني لانه فعليا ممكن تعانوا من مشاكل ليها علاقه بالجفاف، ودي بقت مشاكل كتير انا بعاني منها. فانا بنصحكم رقم 1 انكم تحافظوا على الميه بقى، الكميه اللي انتوا بتشربوها، وزي ما بقول لكم كده حتى لو بتشربوا رشفه ماء كده في الشارع بقى بالذات في الحر، ابقى اعمل عمليه زرع جلد بقى. المفروض ان احنا بناخد رشفه صغيره من الميه بتلمس شفايفنا، والكلام ده بقوله كمان للولاد اللي بيلعبوا رياضه في الصيف، لانه ما ينفعش نكون في عز الحر ده وجهازك الهضمي جوه سخن جدا وانت تاخد حاجه ساقعه جدا، فده ممكن يعمل مشكله في الحجاب الحاجز، والدكاتره يصححوا لنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه ممنوع ان نبقى في الشارع ونشرب ميه ساقعه في عز الحر، كانك بالظبط جبت ميه تطفي بيها نار، مؤذي جدا للجهاز الهضمي، مؤذي جدا. رياضه في الحر ممنوع لانها خطيره على الجهاز التنفسي، على القلب. يعني انا بقول للرياضيين لازم يلاقوا لهم حلول دلوقتي بديله، في اوقات التمرين تبقى كلها بالليل او بدري قوي، ما ينفعش ابدا اللي هي بتاعه المغرب، لان احنا ما بقيناش الجو بتاع مصر اللي هو ساعه العصاري اللطيفه الهواء اللي بيهفف علينا، احنا بقينا ساعه العصاري الخطيره، ساعه الظهر الصعيبه، ساعه المغرب اللي ملهاش حل. بقول لك ايه، افتح التكييفات على الاخر، وافتح الباب برضك على الاخر، وشغل كل المراوح ووجهها ناحيه الباب، وافرش لي الارض تلج. يلا جار الله يخرب بيتك. طيب هقول لكم على حاجه ثالثه مهمه جدا. انا واحده من الناس كنت بمجرد ما بنزل الشارع بيحصل لي انهيار، وممكن ما اقدرش اكمل، واحيانا بيدوني ادويه ما هيش ليها علاقه بالحاله اللي انا فيها. مؤخرا عرفت انه، طبعا مش مؤخرا، هو من بدري انا عرفت انه في مشكله في البوتاسيوم. طيب المفروض ان انا اخد بوتاسيوم. انا هنا بقى بقولها دي للستات والرجاله او الشباب اللي ممكن يحسوا بالارهاق الحراري فجاه ويبقى هيفقد نفسه، يعني فعلا بنوصل لمرحله ان احنا بيغمى علينا او مبقاش في نفس خالص، ويبقى لازم في الحاله دي تدخل طبي سريع عشان تبقوا فاهمين. فانا اكتشفت حاجتين في الصيدليات، والحقيقه ساعدني عليهم دكتور صديق، وحاجه منهم كمان في السوبر ماركت بس ما بقتش موجوده. في عصير بيتعمل الحالات اللي بيحصل فيها احتباس، يعني بيتاثروا بالاحتباس الحراري ويحصل ارهاق حراري، فلازم في الحاله دي بتاخدي العبوه بسرعه وتشربيها. هي شبيهه بمحلول معالجه الجفاف، لكن هي بتبقى اسرع وطعمها احلى ومختلفه. وفي برضو حاجات تانية بتتعمل
دلوقتي او موجوده في الصيدليات، تقدروا تاخدوها في شنطه ايديكي، وتقدري تدوبيها على الميه وتشربيها او تشربها في اي مكان انتوا موجودين فيه. انا دلوقتي بقيت انصح الناس بكده، لانه كتير مننا بنعاني من الاحتباس الحراري، فانا بخاف على الاطفال وبخاف على الشباب، فيا ريت يا جماعه ناخد بالنا من الحاجات دي، وربنا يحفظنا جميعا يا رب.